السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني يا احلى اخوات في الدنيا. هنعمل الكنتاكي النهاردة على اصوله بمكونات بسيطة جدا، بس والله بتفرق في الطعم. يلا بينا نشوف مقاديرنا عبارة عن ايه. قبل ما نبدأ في اي حاجة هنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. والناس اللي اول مرة تشوف قناتي يا ريت تنورنا بالاشتراك واللايك من ايديك الاحلى واحلى. عندي هنا فرخة وزنها ولا كبير قوي ولا صغير قوي. قطعناها هنا على قطع صغيرة كده عشان تبقى من معانا كمية كبيرة، وفي نفس الوقت تستوي معايا تبقى طعمها كده في منتهى الجمال. عندي هنا جبت ميه كده من الكاتل بتغلي، حطيتها في حله، حطينا فلفل اسمر، وحطيت ملح وشويه كده من الكركم او الكاري. وهسقط عندي الفراخ هنا في الميه اللي بتغلي، وهرفعها على النار لمده دقيقتين بالظبط، يعني يا دوبك تغلي مرتين كده على النار، وبعد كده نروح مطفيها على طول، وروح مطلعوها من الميه اللي بتغلي دي. وبعد كده اسيبها كده في مصفى تصفى من الميه السخنه، عشان مش عايزه الفراخ مستويه جامد على النار، لا مش عايزين نوصل للمرحله دي. هنا جبت بقى في بوله فاضيه، هضيف كوبايتين من الطحين، وهحط كمان توم باودر وبصل باودر معلقه كبيره، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر. هنا فايده البيكنج باودر بتخلي الفراخ عندي كبيره وهشه كده وجميله، وفي نفس الوقت بتستوي معايا. حطينا توم باودر وبصل باودر معلقه كبار. هنحط كمان فلفل اسمر، معلقه صغيره من الفلفل الاسمر. حطيت فلفل اسمر، واحط كمان ملح، كل حاجه منها نص معلقه صغيره. حطينا كمان كركم وكاري، وعندي وبابريكا كمان، كل حاجه حطينا منها نص معلقه، بس ما عدا التوم باودر والبصل باودر حطينا معلقه كبار. هنا كمان حطيت نص معلقه كده من الملح. هقلب من المكونات الجافه كويس جدا، وكمان حطيت رشه كده من الشطه، ما كترتش بصراحه عشان الاولاد. هنا قلبنا كويس جدا. هجيب بوله تاني فاضيه، هحط زي نص كوبايه كده من الطحين اللي احنا عملناه بالتوابل. هنا الكفر ده اللي انا هعمل بيه الفراخ اللي انا هتبلها جواه. هجيب هنا بيضايه، وهبدا احطها على الدقيق برضو، وهبدا اخلط كويس جدا. هجيب عندي نص كوبايه كده من الميه، وهبدا اقلب هنا لغايه لما يبقى معايا خليط، يعني ولا بين كيك ولا بين كريب، يعني عجينه كده وسط معايا. هنا عشان العجينه دي عشان تمسك في الفراخ، عشان لما اجي احطها في الكفر اللي هو الدقيق اللي احنا عملناه بالتوابل يمسك معايا ويدي شكل الخروشه اللي احنا عايزينها. خلاص كده. هنا بصوا لسه القوام تخين معايا. احنا هنبدا نخفف بايه بالتدريج كده بالميه. هنا بقى دول بعد ما هخففه كده، هبدا اسقط عندي الفراخ اللي انا يا دوبك غليتها غلوتين على النار، مش عايزين نكتر يا جماعه. خلاص كده. جبت هنا يا دوبك حسيت ان المكونات خفيف، يعني حطيت يعني يا دوبك زي نص معلقه كده او معلقه صغيره. خلاص كده. هنا ببدأ اقلب كويس جدا لغاية لما اصبح معايا خليط كده، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. هنا بوريكم الفراخ بعد ما غلت يا دوبك غلوتين بالظبط. انا هنا خلاص طفيت عليها، وابدأ اصفيها كويس جدا واسيبها تبرد، ما احطهاش هنا سخنة. هبدأ هنا اسقط الفراخ بقى بتاعتي. عايزة اقول لكم ريحة التتبيلة مع الفراخ خطيرة جدا. انا صراحة ما حبيتش اجرب الفراخ اللي هي نية. ليه؟ عشان بصراحة خالتي جربتها وما عجبتهاش خالص، بتقولي يعني من جوه معجنة، وفي نفس الوقت مش مستويه، والعظم نفسه مدمم كده وريحه زفاره، واني كنت متبلاها بتتبيله حلوه قوي. بس صراحه ما حبيتش، يعني قالت لي اوعي تعمليها. طب رحت انا قلت لا اسلقها نص، يعني مش مكمله النص سوا. بس عايزه اقول لكم بجد جوزي شكرها جدا، بيقول لي انا فكرتك اللي انت جايباها من بره. بجد يعني عجبتهم جدا جدا. وكان اللحم مستوي، والعظم كان ما فيهوش دم ولا ريحه زفاره ولا اي حاجه. خلاص كده. هسيب بقى الفراخ عندي في التتبيله دي لمده ساعه في التلاجة عندي، او من بره عادي، الجو حر الجو ساقع دلوقتي. حطيتها عادي من بره، هتغطيها وتسيبيها. بعد ساعه كده تروحي جايبه الدقيق وهنحطه بقى الكفر ده. هنا بقى كل لما تحطي كده تروحي مقلبه، وتروحي ضغطه تاني بالدقيق عشان يدي معاكي شكل الخشوله اللي احنا عايزينها، شبه الكنتاكي اللي بنشتريه من بره. عايزه اقول لكم الاولاد بقت مبسوطه بيه جدا جدا. كان طعمه حلو قوي. كان بقى جنبيه شويه كده كاتشب كده. حابه تعملي بقى جنبيه بطاطس، مكرونه بالصلصه، رز بسمتي، يعني حاجه كده وجبه سريعه وخفيفه جدا جدا، وما اخدش معايا وقت ولا مجهود خالص والله العظيم. شايفين بقى الشكل عامل ازاي؟ كل ما تغلفي كويس جدا في الدقيق، وتروحي يعني يا دوبك تروحي مطلعاه كده، وتعملي شكل الخشوله اللي احنا عايزينها. لو وصلت لغايه دلوقتي ما تنسينيش بلايك من ايديكي الحلوه. طبعا هنا خلاص كده
ببدأ يعني هنا بتجيبي بالتدريج، ما بتحطيش كله وتروحي ترجعي تحمري، لا احنا يا دوبك بنحطه على قد الطاسة اللي احنا هنحطه في نقله فيها. طبعا عندي هنا زيت غزير، ويكون ولا سخن قوي ولا بارد قوي، انا مهديه النار زي ما انتوا شفتوا دلوقتي. طبعا هنا ببدأ احط بالتدريج يا جماعة الفراخ، مش عايزة احط كله اتبله وارجع احط بعد ما يستوي معايا، لا مش عايزة اوصل للمرحلة دي. عايزة ابص اللون عامل ازاي ولا الريحة كمان. الريحة بجد خطيرة جدا، وما بيشربش الزيت خالص عشان البيكنج باودر اللي احنا حطيناه. يعني الزيت نضيف زي ما انتوا شايفين، هو لونه بقى معايا شبه الكركم، بس يعني هنحتاجوه في عندي في بطاطس، في بتنجان، في اي حاجه تاني مش هيقول لا، يعني حاجه نضيفه وما سايبش زيت وما سايبش قصدي دقيق ولا حاجه. وريحته كانت خطيره جدا. بس كده خلاص. هنا بقى لو عايزاه مقرمش معاكي يقعد معاكي مده طويله، يعني ممكن تقليه يعني من الصبح لغايه اخر الليل، مفيش اي مشكله. تحس هيقعد معاكي ناشف ومقرمش. تحطيه على مصفى، ما تحطيش على مناديل. لو حطيتيه على مناديل عندك هيبقى طري معاكي ومبقاش حلو خالص. عايزاه مقرمش معاكي ياخد من اليوم من اوله لاخره، تخليه عندك هنا في مصفى. طبعا هنا خلاص ببدا اغفل تاني بالدقيق، واروح منفضه كويس عشان يدي معايا شكل الخربشه. وبعد كده خلاص تاكلي بألف هنا وشفا. خلاص كده انا هنا مهديه النار، ما تخليش النار عاليه عشان ما ياخدش اللون من بره ومن جوه ما يستويش. وفي نفس الوقت عايزينه اللون كده بقى مقرمش كده من جوه من بره وفي منتهى الجمال. عملت بقى شويه كاتشب كده كنت عاملاه في البيت، ورز اصفر. عايزه اقول لكم يعني كانش عندهم صبر ان انا اصور اصلا، يعني كانوا مستعجلين وفي نفس الوقت الريحه جننتهم. شايفين بقى الجمال؟ شويه كده كاتشب بقى مع مايونيز، حاجه كده اللهم بارك. شايفين الجمال والحلاوه؟ بصوا الفراخ مستويه وقلبها ابيض كده، ما فيهاش دم ولا زفاره ولا الكلام ده كله، حاجه كده اللهم بارك. ايه رايكم بقى في الجمال ده كله؟ شايفين الجمال؟ بتتكلم عن نفسها بجد. لو عجبتكم بقى وصفتنا النهارده ما تنسونيش بلايك من ايديكم الحلوه، واشتركوا في القناه عشان القناه تكبر بيكم باحلى عيله في الدنيا. واسيبكم بقى في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.